جايب لك النهاردة شوية معلومات أول مرة تسمعها. تعرف إن كأس أفريقيا اتعمل قبل كأس أوروبا اللي هي اليورو ب3 سنين؟ شهر يونيو سنة 1956 كان في مؤتمر للفيفا في البرتغال في مدينة لشبونة. في المؤتمر ده كان فيه ممثلين لأربع دول أفريقية. الدول دي هي مصر والسودان وأثيوبيا وجنوب أفريقيا. كان هدف ممثلين الدول الأفريقية دي هو تأسيس اتحاد أفريقي لكرة القدم، وفي 8 فبراير سنة 1957 قدروا فعلا انهم يأسسوا الاتحاد الافريقي لكرة القدم اللي هو الكاف، والكلام ده كان في فندق جراند في الخرطوم في السودان. من بين المؤسسين كان المصري عبد العزيز عبد الله سالم اول رئيس للاتحاد الافريقي، والسوداني عبد الحليم محمد رئيس الاتحاد السوداني وواحد من العقول المدبرة للفكرة. وتحدد يوم 10 فبراير 1957 يبقى اول يوم تنطلق فيه بطولة كاس افريقيا، واتعملت قرعة بين الاربع منتخبات مصر والسودان واثيوبيا وجنوب افريقيا. ونتيجة القرعة كانت ان مصر هتقابل السودان واثيوبيا هتقابل جنوب افريقيا. بس قبل بداية البطولة تم استبعاد منتخب جنوب افريقيا، وده بسبب سياسات التمييز العنصرية، لان جنوب افريقيا كانت محتارة تشارك بمنتخب من اصحاب البشرة السمراء ولا من اصحاب البشرة البيضاء، وفي النهاية استقروا على المشاركة بفريق من البيض. بس مؤسسين الاتحاد الافريقي رفضوا تماما التمييز العنصري على اساس العرق او اللون، علشان كده قرروا استبعاد جنوب افريقيا من البطولة. وانطلقت البطولة بمشاركة 3 منتخبات بس، واثيوبيا رفضت ان البطولة تكون بنظام دوري بعد ما بقوا 3 فرق، واصرت انها تلعب النهائي بحكم القرعة اللي اتعملت. وانطلقت البطولة يوم 10 فبراير 57 في الملعب البلدي في أم درمان في الخرطوم. في ماتش الافتتاح مصر قابلت السودان بحضور جماهيري كبير، وتشكيل مصر في الماتش ده كان 2-4-4. أيوة، كانوا بيلعبوا باتنين مدافعين بس وأربعة في خط النص وأربعة مهاجمين. كان تشكيل مصر الحارس اليوناني الأصلي براسكوس حارس نادي القناة، وفي خط الدفاع لاعب الزمالك نور الدالي ولاعب الأولمبي مسعد داوود، وفي خط الوسط عبد القادر سيد لاعب الترام، ورفعت الفناجيلي لاعب الأهلي، وإبراهيم توفيق لاعب طنطا، وسمير قطب لاعب الزمالك. وفي الهجوم حمدي عبد الفتاح لاعب الترسانة، وعلاء الحمولي لاعب الزمالك، ورأفت عطية لاعب الزمالك، واخيرا الديبة لاعب الاتحاد السكندري. وبقيادة المدرب المصري مراد فهمي قدرت مصر انها تفوز بنتيجة 2-1. سجل الهدف الاول في تاريخ البطولة المصري رأفت عطية مهاجم الاتحاد السكندري والزمالك، وتعادل لاعب السودان برع عبشير لاعب أندية الحرية والمريخ والهلال. وسجل هدف الفوز لمصر مهاجم الاتحاد السكندري محمد دياب العطار الشهير بالديبة. وتصعد مصر للنهائي علشان تقابل اثيوبيا اللي وصلت للنهائي من غير ما تلعب ولا ماتش بسبب استبعاد جنوب افريقيا، واتحسب لها ماتش جنوب افريقيا انها فازت 2-0 علشان تكون المنتخب الوحيد اللي وصل نهائي من غير ما يلعب ولا ماتش. اتلعب النهائي يوم 16 فبراير، وتشكيل مصر في الماتش ده كان 3-3-4. الحارس براسكوس، وفي الدفاع حنفي بسطان ونور الدالي ومسعد داوود، وفي الوسط رفعت الفناجيلي ابراهيم توفيق سمير قطب، وفي الهجوم حمدي عبد الفتاح علاء الحمولي رأفت عطية والديبة. وتألق الديبة في النهائي وسجل 4 أهداف سوبر هاتريك، وده الإنجاز اللي ما اتكررش تاني في تاريخ البطولة، علشان تكون مصر أول منتخب يتوج بالبطولة الأفريقية للأمم، والديبة أول هداف للبطولة برصيد 5 أهداف. والمدرب المصري مراد فهمي أول مدرب يفوز بالبطولة، ورفع منتخب مصر الكاس الأول للبطولة، واللي صممه المصري عبد العزيز سالم أول رئيس للكاف، واللي استوحى شكله من كاس الاتحاد الإنجليزي، وكان مصنوع من الفضة. تتويج مصر ما كانش مجرد فوز باللقب، ده كان إعلان عن ولادة الكرة الأفريقية على الساحة الدولية كلها. البطولة دي كانت البداية لمسيرة طويلة من التحديات والإنجازات وانطلاق اللاعيبة الأفارقة لغزو العالم. وبعدها بقى كأس أفريقيا من أبرز البطولات القارية في العالم. من قلب الخرطوم بدأت قصة المجد الأفريقي، رجالة آمنوا بالحلم وحولوه لواقع. النهاردة استرجعنا شوية لحظات مضيئة في تاريخ الكورة وتاريخ القارة السمراء. قول لنا في التعليقات، تفتكر الكورة هي مجرد 90 دقيقة لعب ولا ليها جوانب تانية أهم وأعمق من التسلية والمتعة؟ لو عجبك المحتوى ادعمنا بلايك وشير واشتراك، واستنى الفيديوهات الجاية هنكمل حكاية أفريقيا. سلام.